إريك إريكسون عالم النفس عمل نظرية اسمها نظرية النمو النفسي الاجتماعي، بيتكلم فيها عن مراحل تطور الإنسان أو مراحل نمو الإنسان النفسية والاجتماعية. بيقول إن الإنسان من أول ما بيتولد لغاية ما حياته بتنتهي، لو هو إنسان عاش سنين عادي وصل لغاية الشيخوخة، فهو بيعدي ب8 مراحل في حياته. بيقسم المراحل دي كل مرحلة لأعمار أو سنين معينة، فهو من سن لسن بيبقى المرحلة الأولى، كل مرحلة لأعمار معينة. بيقول إن كل مرحلة الإنسان بيبقى عنده احتياجات وعنده تحديات أو أزمات. لازم الاحتياجات دي تسدد، ولازم التحديات أو الأزمات دي الشخص يتخطاها. وبيقول إن لو الإنسان ما تسددتش احتياجاته وما تخطاش الأزمة أو التحدي اللي بيقابله، للأسف بيروح للمرحلة اللي بعدها وهو عنده نفس الاحتياجات ونفس التحديات. في المدارس الشخص لازم ينجح علشان يتنقل، علشان يكتبوا له ناجح ومنقول للصف اللي بعديه، ده لازم ينجح. بس في الحياة للأسف بننقل من مرحلة إلى مرحلة حتى لو ما نجحناش. لو لم تسدد هذه الاحتياجات ولو ما تخطيتش التحدي، بروح للمرحلة اللي بعدها وأنا عندي التحدي ده والاحتياجات دي. أنا ختمت الحلقة اللي فاتت وأنا بقول هو إمتى الإنسان بيقابل أزمة الهوية. إريك إريكسون بيقول لنا إن الإنسان في مرحلة المراهقة من 10 ل20، من 12 ل22، في الرينج ده تقريبا الإنسان بيبقى عنده الأزمة دي، أزمة الهوية. يسأل هو أنا مين؟ الإنسان يفضل عايش لفترة 10 سنين مثلا كده، بيقول أنا ابن فلان، أنا ابن فلانة، بيعرف نفسه من خلال باباه ومامته. لكن لما بيوصل لسن المراهقة بيبقى عنده نوع من أنواع التمرد شوية، عايز يعرف الناس من خلاله هو، عايز بيدور وعنده أزمة، بيحاول يشوف هو مين. وللأسف بناء على اللي بيقوله إريك إريكسون، لما الناس أو الإنسان مش بيعرف هو مين في المرحلة دي ويجاوب على السؤال ده، بيروح للمرحلة اللي بعدها وهو عنده أزمة هوية. هو بيقول الشعور بهوية الأنا مقابل اضطراب الهوية. يعني يا إما تتحقق هويتك أو تعرف أنت مين كويس، يا إما تروح للمرحلة اللي بعدها وأنت مش عارف، أنت عندك الاضطراب ده. حتى لو الإنسان كان 40 و50 سنة، أو حتى لو كبر وحياته انتهت، لو ما تجاوبش السؤال ده، لو معرفش يتخطى التحدي ده، للأسف هيكمل عمره وهو عنده الأزمة دي. إريك إريكسون قال إن الهوية تتحقق أو لا تتحقق، لكن جه بعديه جيمس مارشيا وقال إن عدم تحققها ده أو اضطراب الهوية ده مش بس حاجة واحدة، يعني مش بس تتحقق أو لا تتحقق، لكن عدم تحققها ده أو الاضطراب ده ممكن يبقى ليه 3 حالات أو 3 أشكال أو 3 أنماط. بس قال إن الأنماط دي أو الحالات ال3 الاضطراب أو حتى الرابعة التحقق بيحصلوا بناء على محورين. المحورين دول هم اللي هيحددوا الإنسان هيبقى في أنهي واحدة من ال4 حالات للهوية. المحور الأول هو استكشاف البدايل، والمحور الثاني هو المثابرة والالتزام. استكشاف البدايل يعني أنت أو الإنسان لغاية فين قدر يستكشف بدايل أخرى غير اللي طلع لقى باباه ومامته والمجتمع اللي هو عايش فيه محطوط فيه. لغاية فين قدر يشوف حاجات تانية، يختار حاجات تانية، يبص أصلا على حاجات تانية، يستكشف بدايل أخرى. البعد التاني أو المحور التاني هو المثابرة والالتزام. لغاية فين يقدر يفحص حاجة، يدور فيها كويس، لكن يلتزم ناحيتها. المحورين دول هم اللي هيحددوا الإنسان هيبقى في أنهي واحدة من ال4 دول. ممكن حد يروح عند واحدة منهم ويتحبس فيها لغاية حياته ما تنتهي، وممكن الشخص يمر بال3 مراحل لغاية ما يوصل لأنه تتحقق هويته. زي ما ظاهر قدامك كده، دول ال4 حالات. لما يبقى استكشاف البدائل ضعيف والمثابرة والالتزام ضعيف، الشخص يبقى عنده هوية مشتتة، يبقى الشخص ده مشتت الهوية. تقول له نفسك تبقى ايه لما تكبر او عايز تعمل ايه، يقول لك لا اعلم ولا اهتم بماذا ساكون. قال انا عارف نفسي ولا انا عارف انا هكون ايه ولا هعمل ايه. والشخص ممكن كمان من الناس دي يروح لادمان مخدرات او لادمان اي حاجة، يقع ويبقى فريسة وعرضة لانه يغرق في حتت صعبة بسبب انه عنده هوية مشتتة. الشخص ده بيبقى ضعيف في استكشاف البدائل، ما شافش بدائل تاني، وكمان ضعيف في انه يلتزم ناحية حاجة معينة،
ويمسك فيها. لما يبقى استكشاف البدائل قوي والمثابرة والالتزام ضعيف، لما الشخص ده يبقى في مرحلة المراهقة قدر يشوف بدائل مختلفة غير اللي والديه أو البيئة أو المجتمع بتاعه حطوه فيها، من أول الأكل والشرب لغاية هو بيعتقد في إيه أو بيؤمن في إيه، مرورا بكل حاجة، أكل وشرب ومشاعر ورأي وميول ومهارات ومواهب ودراسة وشغل، كل الحاجات دي لما الشخص يستكشف في بدائل تاني كتير جدا، لما ده يبقى قوي عنده لكن المثابرة والالتزام ضعيف، ما يقدرش يمسك في حاجة منهم ويقول هي دي، بيبقى عنده هوية معلقة. يعني الشخص علق هويته. تقول له نفسك تبقى ايه؟ يقول لك انا بفكر. تقابله عند 30 سنة بفكر، عند 40 بفكر، عند 50 بيفكر ماذا يمكن أن يكون. تقول له أنت بتحب دراسة إيه؟ لما تكبر نفسك تشتغل إيه أو تدرس إيه؟ تلاقي الشخص هو مش عارف، هو بيفكر. دي حاجة حلوة قوي إن يبقى عندك استكشاف بدائل، بتشوف بدائل كتير قوي. بس مهم جدا، وده اللي هنشوفه بعد شوية، ان كمان المثابرة والالتزام يبقى قوي عشان الشخص تتحقق هويته. لكن اللي عكس فكرة الهوية المعلقة دي، الهوية المغلقة، لما الشخص يبقى استكشاف البدائل ده ضعيف، طلع في بيئة شوية بتجبره على ان هو يؤمن باللي بيؤمنوا بيه ويدرس الدراسة اللي هم عايزينها ويشتغل الشغلانة اللي هم عايزينها. ده بيحصل كتير جدا في بيوتنا، ان الاب والام يبقى عايز الولد يدرس حاجة معينة. واحد من اشهر الحاجات والمصطلحات اللي موجودة في مجتمعنا ان الشخص يبقى بيضغط عليه عشان يدخل لواحدة من كليات القمة. ده لفظ من الألفاظ اللي احنا بنسمعها كتير جدا في بيوتنا. ايه كليات القمة دي؟ طب وهندسة وأسنان وصيدلة، وكأن الباقي كله هو لما دول سماهم قمة بقوا الباقيين كلهم قاع. لا، القمة هي ان انت تكون نفسك، انك تدخل الحاجة اللي انت بتحبها. ودايما أسأل الناس حواليا، انت لو أتيحت ليك كل الكليات وكل الأشغال في الدنيا، انت عارف هتدرس ايه؟ انت عارف هتشتغل ايه؟ لما بيتاح لينا في سن المراهقة ان احنا نستكشف بدائل اخرى في كل حاجة تاني، من الاكل مرورا بالدراسة والشغل والمعتقدات لغاية انا بؤمن بيه، الشخص بيبقى اقرب اكتر لانه تتحقق هويته. هو فحص واختار. لما بيبقى الشخص عنده الالتزام والمثابرة انه يمسك في حاجة بعد ما يفحصها ضعيف، لكن استكشاف البدائل قوي، بيبقى الشخص عنده هوية معلقة. لما استكشاف البدائل يبقى ضعيف والمثابرة والالتزام قوي، يبقى الشخص عنده هوية مغلقة. هوية مغلقة يعني ببساطة اختار هوية جاهزة ومسك فيها. والهوية الجاهزة دي ممكن تبقى هوية شخص تاني، بيبان قوي في لعيبه الكوره، او ان المراهقين تلاقيهم بيقلدوا لعيبه كوره او ممثلين او مغنيين. ياخد هويه شخص، او ياخد هويه جماعه، هوية فريق، هوية طائفة، ويلزق نفسه بيهم قوي، فيلغي هويته الفردية ويتحد وياخد هويتهم الجماعية دي تبقى هويته هو، فما تتحققش فرديته. يبقى الشخص في الحالة دي عنده هوية مغلقة، أخد هوية فرد أو هوية فريق أو هوية جماعة، وبقت هوية الجماعة دي أو الفريق ده أو الطائفة دي هي هويته هو، فما تحققتش فرديته جوه الجماعة دي، لكن اتلغت، بقى هو وهم حاجة واحدة. علشان كده يبان قوي 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 التعصب بقى في الكورة واوقات في الطوائف والاديان. تلاقي شخص متعصب قوي، تقول له انت بتشجع مين؟ يقول لك انا اهلاوي متعصب. ايه اللي عصبك؟ هو في الغالب واحدة من الحاجات الكبيرة جدا واللي تحت قوي بقى واحنا بنفكر فيها، ان الشخص ما عندوش هوية فردية، فلزق. الانتماء حلو، تشجيع الفرق حلو، اني ادافع عن الطائفة او الدين عن وعي، ده حلو، لكن لما هوية الفريق او الجماعة او الطائفة تلغي هوية الفردية، في الغالب الشخص في الحالة دي عنده هوية مغلقة. اختار هوية فريق أو جماعة أو شخص واتحد بيها ولغت فردانيته ولغت تميزه. لما يبقوا الاثنين ضعاف يبقى الشخص عنده هوية مشتتة، واتمنى انت ما تكونش اتشتت معايا لكن مركز. لما يبقى المثابرة والالتزام ضعيف واستكشاف البدائل قوي، يبقى الشخص عنده هوية معلقة، يعني علق هويته، يعني مش عارف ويفضل مش عارف. لكن لما يبقى استكشاف البدائل ضعيف والمثابرة والالتزام قوي، يبقى الشخص عنده هوية مغلقة، اختار هوية جماعة أو فريق أو طائفة أو أي حاجة واتحد بيها وبقى هو وهم واحد، فما تحققتش فرديته، ما شافش بدائل أخرى في أي حاجة حواليه وهو في سن المراهقة. لكن لما يبقوا الاثنين أقوياء، لما يبقى استكشاف البدائل قوي في سن المراهقة، شخص شاف بدائل كتير غير اللي البيئة طالع فيها واللي والديه بيضغطوا عليه بيها، ولما الشخص يبقى عنده قدرة على انه يلتزم ناحية معتقد او فكر او دراسة او شغل او حاجة هو اختارها، بيبقى الشخص عنده هوية محققة. اللي اكد عليك مرة تاني فيه، لو انت تحت 22 سنة تقريبا،
انك تبقى مدرك ان انت مش هتبقى في حاجة من الاربعة دول، لكن لما تعدي المرحلة العمرية دي مهم بلغة بقى إريك إريكسون ان يبقى عندك ما يسمى بالهوية المحققة. ممكن تتقفل في واحدة منهم، ممكن تعدي بالثلاثة، لكن المهم ان بعد ما سن المراهقة يخلص تبقى عندك هوية محققة، تبقى فحصت وقررت ماذا ستكون. أتمنى وانت ماشي في الرحلة دي تبقى واخد بالك من ايه اللي يتغير وايه اللي ما يتغيرش. وصلاة السكينة جميلة قوي، اللي ألفها وكتبها بيقول لنا فيها فكر جميل قوي، بيقول له: يا رب أعطني السكينة، أعطني الهدوء لكي أقبل الأشياء التي لا أستطيع أن أغيرها وأنا ماشي في المرحلة دي، وأنا بحاول أقول مش هعيش في جلباب أبي وهتمرد على حاجات. يا رب اديني الحكمة أشوف إيه اللي أقبله، إيه اللي ما أقدرش أغيره. اديني السكينة والهدوء أقبل شكلي، أقبل أبويا وأمي، أقبل عيلتي، خلاص دي حاجات مش هتتغير، ما تبذلش فيها مجهود. لكن كمان يا رب اديني الشجاعة والشجاعة لأغير الأشياء التي أستطيع أن أغيرها. في حاجات كتير قوي تحت سيطرتك وتحت سلطانك تقدر تفكر فيها وتغيرها وتفحصها لو كان فيها حاجات مش مظبوطة. لكن الختام بتاع الصلاة دي جميل، بيقول كمان: والحكمة لمعرفة الفرق بينهما. يا رب اديني نعمة واديني حكمة أبقى عارف أميز إيه اللي يتغير وإيه اللي ما يتغيرش، إيه اللي ممكن محتاج أفحصه وأفكر فيه وأسأل عليه، علشان لو مش كويس أو مش مظبوط أو مش صحيح في ذاته أبقى بتخلى عنه. والأهم إني تبقى بتتحقق هويتي. ممكن حد يبقى: يا عمي الموضوع النظري والفلسفي والصعب ده علاقته بينا؟ في الحقيقة واحد من أقوى وأهم الموضوعات اللي ممكن تبدأ بيها علشان تتغير تروح لحتة أفضل هو إجابة سؤال من أنا. لكن هتستفاد إيه وإيه اللي هتخسره وإيه اللي هيعود عليك؟ ده اللي هنحاول نجاوبه الحلقة اللي جاية.